السلام عليكم ابو حيدر. السلام غاتي. ابو حيدر، هي صايره يعني فد حادثه، يعني هي مو غريبه انما موجوده حتى على الاعلام على التلفزيون. صايره حادثه جاي تذهب الشباب تهاجر وبيها اكو بيها غرقت واكو بيها طلعت وصلت، بس يعني وصلت بمعاناه يعني مو سهوله، وفوق هاي يعني هو هم جاي يدفع فلوس حتى يطلع من العراق. شنو السبب ابو حيدر؟ والله أنا أنصح الشباب أقول لهم لا تهاجرون من الشعب العراقي أو من الوطن. وطن العراق، وطن العراق حاليا في أزمة، حاليا في قتال، حاليا في يعني كل شيء فيه. فإحنا المفروض ندافع عن وطننا الحبيب وما نعوفه. هاي تربط بجدي حنيش. جدي عندما عاف العراق شرد. وين شرد؟ حادوه، تعرف حادثته الطائفه وحادثه العراق كله تعارك وياه. فشرد ما عنده وسيله نقل يروح بها تركيا، ذب زرق بنقصر طلع تركيا. لا شافوه هناك بتركيا، هذا حدث، هذا ذب زرق تركيا وين طلع؟ باليونان. باليونان. شافوا هذا حدث، ذب زرق من اليونان وين طلع؟ المانيا. شافوا هذا حدث ذب زرق وين؟ شو اسمه؟ بألمانيا. طلع وين؟ بامريكا. شافه هذا اتحاد السوفيتي بامريكا، هذا حنش كذا. ذب زرق من امريكا طلع وين؟ المانيا. شافوا هذا حنش كذا ذب زرق من المانيا طلع وين؟ باليونان، ومن اليونان طلع وين؟ تركيا، ومن تركيا طلع وين؟ بنقصر. يعني رجع وقال الندامة بعد ما اروح واعوف العراق، موتي بالعراق. يعني انكتر احسن بالعراق ولا اروح هنا يم اهلي واصدقائي وناسنا الخيره، مع تحيات امانه حنيش والهجره.